لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي ومش عايز تستخدم العلاجات التقليديه ومستعد ان انت تحول نفسك لفار تجارب، فاكيد سمعت عن الريسيرش كيميكالز او المواد البحثيه اللي بعض الناس لجأت ان هي تشتريها اونلاين وتستخدمها عشان يعالجوا الصلع الوراثي. في الفيديو ده اكلمك عن اشهر 5 ريسيرش كيميكال الناس بتشتريهم اونلاين، رايي الشخصي فيهم وهل هم يستاهلوا ان انت تخاطر وتشتريهم ولا لا. اول واحد هتكلم عنه وهو الكينج بتاعهم او الملك، وهو الار يو او المعروف باسم ار يو 58841. وفي الحقيقه المركب ده مر بتجارب كتيره وشركات كتيره حاولت ان هي تعمل دراسات عليه، بدايه من شركه اسمها روسيل، ودي شركه فرنسيه بدات تعمل الدراسات على المركب ده في التسعينات، ولقت ان هو فعال جدا، وعملت شويه دراسات على الفئران وعلى القرود مثيره للاهتمام، زي ان هم لقوا ان هو قادر على منع مستقبلات الاندروجين بنسبه 70%، يعني بيقلل اشتباك هرمون الدي اتش تي في مستقبل الاندروجين، وبالتالي بيقلل من تاثيره. فهو عشان كده آلية عمله الاساسيه ان هو مضاد لمستقبل الاندروجين. وفي دراسه تانية اتعملت على القرود، لقت ان هو فعال في زياده سمك وكثافه الشعر، وادخال الشعر في مرحله النمو، وتقليل الشعر المتواجد في مرحله الراحه. فبالتالي الار يو تحت شركه روسل كان في بدايه مبشره جدا، وناس كتيره كانت شايفه ان هو الامل او العلاج الجديد للصلع الوراثي. ده غير برضو ان هم استخدموه بجرعات تصل ل 100 ضعف الجرعه العاديه اللي هي 5%، ولقوا ان هو مفيش منه اعراض جانبيه داخليه او مفيش سيستميك سايد افكتس. بعدها شركه روسل اتباعت لشركه تانية اسمها هويست اي جي، ودي شركه المانيه في عام 1997. بس الشركه ديت بعدها وقفت البحث في الار يو بسبب الفاينانشال ايشوز او مشاكل ماليه متعلقه بالشركه، وان هم ما كانوش قادرين يمولوا الدراسات اللي بتتعمل عليه. بعدها في شركه تانية اسمها البروستراكران، والشركه الفرعيه بتاعتها اللي اسمها البروسكيلا جابت مركب الار يو وعادت تسميته باسم تاني اللي هو البي اس كي 3841، وبدات ان هي تعمل شويه دراسات، وفي الحقيقه نجحت ان هي تعمل فيز 1 وفيز 2 على البشر. فدي كانت حاجه مبشره جدا. كملخص لنتائج الدراسه دي، فهم استخدموا تركيز 5% او تركيز 2.5%، وفي في المرحله اللي هي الثانيه او الفيز 2 استخدموه لمده 6 شهور على الناس اللي بتعاني من الصلع الوراثي، ولقوا في او قالوا ان هو النتائج بتاعته كانت ايجابيه جدا من حيث نمو الشعر ووقف الصلع الوراثي، وبرده ما كانش ليه اي اعراض جانبيه. بس في هنا زي ما تقول كده ايه ريد فلاج في الموضوع، لان هم عمرهم ما نشروا التجارب دي على الانترنت. فلو فعلا الدواء او المركب ده كان فعال جدا وكان علاج جبار ورهيب بدون اعراض جانبيه، فهم ليه ما نشروش تجارب الدراسات دي على الانترنت؟ في ناس بتقول ان هو بسبب برضو مشاكل ماليه او بسبب ان هم ما كانوش هيكملوا في الار يو، لان هم بعد ما عملوا الدراسه اللي هي الاولانيه والثانيه فهم حطوا المركب متاح لللايسننج لاي شركه مهتمه ان هي تكمل في الدراسات بتاعته لحد الفيس 3 وتنشره في الماركت، لان الموضوع ده بيتطلب فلوس كتيره جدا. بس للاسف بعدها شركه بروسكيلا بعت لشركه ثانيه اسمها كورين، ووقفوا البحث تماما عن اي ادويه متعلقه بالصلع الوراثي او حبوب الشباب، بسبب ان هم ما كانوش حاطينها في لسته الاهتمامات، او ما كانوش عايزين يدفعوا فلوس بحيث ان هم يكملوا البحث عنه. طبعا عشان الناس اللي عندها صلع وراثي مهتمين جدا باي حاجه جديده، فده ما منعش ان ناس كتيره تبتدي تشتري مركب الار يو او البي اس كي من مواقع على الانترنت زي كيميو اناجينيك ومينوكسيديل ماكس، ويبتدوا ان هم يحضروهم في ايثانول وبروبيلين جلايكول، ان هم يجيبوا مثلا 5 جرام من الار يو ويحضروهم في تركيز 30-70 ايثانول وبروبيلين جلايكول، وبعدها يحفظوه في الثلاجه، لان مركب الار يو مش مستقر، لو درجه الحراره ارتفعت عنه شويه بيتكسر. فعشان كده ما ينفعش، او في ناس كتيره بتنصح ان انت ما تشتريهوش محضر، يعني ما تشتريهوش اونلاين من مواقع بتبيعه على هيئه سولوشن، لا انت جيب الباودر وحضره في كحول وبروبيلين جلايكول، وبعدها ابتدي تستخدمه بتركيز 5%، ده افضل تركيز. طبعا عشان ما فيش دراسات اتعملت عليهم، ما فيش دراسات اتعملت عشان تشوف الاعراض الجانبيه على المدى البعيد، ففي بعض الناس في مواقع ريدت قالت ان هو سبب لهم اعراض جانبيه متعلقه بالقلب، زي ان هو زود لهم ضربات القلب وهكذا. في ناس ردت عليهم قالت لهم ان هو مش منطقي ان مركب زي الار يو ان هو يسبب مشاكل في القلب، لان هو اساسا انتي اندروجين ملوش علاقه بالقلب، فلو هتتوقع اعراض جانبيه فتوقع اعراض جانبيه زي مثلا ضعف الانتصاب او قله الشهوه وهكذا، انما مش مشاكل متعلقه بالقلب. وفي ناس تانية قالت او بررت الموضوع ده بسبب ان هو المركب اللي انتوا حصلتوا عليه امبيور او في مواد تانية او مفيش كواليتي كنترول، لان انت في الاول وفي الاخر بتشتريه من تحت السلم، يعني من مواقع بتبيعه على هيئه ريسيرش كيميكال، فانت ما تضمنش هل انت وصل لك فعلا ار يو ولا حاجه تانية مخلوطه مع الار يو. فانا رايي الشخصي في مركب الار يو ان هو مركب عليه هايب كبير جدا. الدراسات المبدئيه اللي اتعملت عليه ممكن يكون واحد من اقوى مضادات الاندروجين الموضعيه اللي احنا ممكن نستخدمها، بس بسبب ان هو ما بيتباعش بصوره رسميه، وان انت هتضطر انك هتتعامل مع شركات اللي هو اللي تحت السلم او المواقع، حتى لو
ترصد او مشهوره او ملايين الناس بتستخدمها، فهي في الاول وفي الاخر مفيش حد بيراقب المواد دي. فانا شايف ان ار يو مركب ممكن يعمل لك نتيجه بس على مسؤوليتك الشخصيه، وده طبعا يتقال لمعظم الادويه اللي موجوده في الليسته دي، بس ار يو بالذات لان هو زي ما تقول كده مركب قديم ومحدش عاد مهتم بيه ان هو يكمل الريسيرش بتاعه. تاني مركب معانا ويعتبر اشهر واحد فيهم وناس كتيره بتستخدمه مش بس للشعر لا لكمال الاجسام سواء رجاله او ستات، وبيتباع حاليا بصوره عاليه جدا، وهو في الاساس مركب بيتباع على اساس ان هو صارم، بس هو مش صارم، هو في الحقيقه جروث هرمون سكريتاجوج، يعني هو بيزود الافراز الطبيعي او معدل نبضات البيتويتري جلاند عندك، وبالتالي بيزود من نسبه الجي اتش والاي جي اف 1 في الدوره الدمويه. الجي اتش والاي جي اف 1 او هرمون النمو مسؤولين بصوره اساسيه على ادخال الشعر في مرحله النمو وزياده سمك وتحسين جوده الشعر، ففي ناس كتيره بدات ان هي تستخدم ام كي 677 بسبب خصائص ان هو بيحسن جوده الشعر. طبعا مفيش دراسه مباشره اتعملت على الام كي 677. الكلاينتس اللي عندي او الناس اللي على موقع ريدت النتائج ميكسد، يعني في ناس بيقولوا ان هو حسن لهم جوده الشعر، وفي ناس ثانيه بتقول ان هو سوق لهم جوده الشعر. ففي الغالب النتيجه اللي هو حصلوا عليها سواء بالايجاب او السلب هي تغيرات طبيعيه في دوره نمو الشعر، يعني هو بدا يستخدمه وهو في مرحله النمو او هو كان في مرحله الانجن في الدوره اللي هو ماشي فيها، فهو قال لك ان هو الام كي هو اللي زود له نمو الشعر. في الحقيقه ممكن نمو الشعر اللي عنده هو كان هينتج كده كده، فام كي 677 نظريا ممكن يزود الاي جي اف 1 وبالتالي ممكن يكون له دور ايجابي في نمو الشعر، بس انا من وجهة نظري شايف ان الام كي 677 مش هيفيد شعرك سواء بالايجاب او السلب. ده بالعكس انا بنصح ضده لان هو بيسبب اعراض جانبيه زي ان هو بيزود مستويات البرولاكتين فممكن يعرضك للتسدي بصوره عاليه. ده غير ان هو برضه بعد فتره بيفقد النتيجه بتاعته وبيحصل لك زي ما تقول كده توليرنس، وزياده هرمون الجي اتش او الاي جي اف 1 بعد فتره بتبلمت او بتقل. غير برضه ان هو بيلعب في مستويات السكر، ولو انت شخص مش مهتم باكلك قوي او وزنك زايد فممكن يعرضك ان يحصل مرض السكر او يحصل لك انسولين سنسيتيفيتي. تالت مركب معانا وهو اكتر واحد مش معروف فيهم قوي وهو الواي 316 606. طبعا هي كل اسامي الريسيرش كيميكالز غريبه كده لان هي ما اتنشرتش في الماركت او مش متاحه من هيئه الاف دي اي، فالمواد دي بتكون زي كود كده او عشان الباحثين يعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. المركب ده بقى مثير للاهتمام جدا لان هو بيشتغل بآلية عمل فريدة ومش هتلاقيها في اي مركب تاني. هو بيشتغل على حاجة اسمها الاس اف ار بي 1 وبيمنع المركب ده. المركب ده في الحقيقة موجود في جسم الإنسان عشان يقلل حاجة اسمها الوينت سيجنالينج أو يقلل إشارات وينت. واللي ما يعرفش فإشارات وينت أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده إن هي مهمة لإدخال الشعر في مرحلة الأناجين وزيادة السمك وجودة الشعر وتحسين من جودة الكيراتين شافت وبالتالي تحسين من مظهر الشعر الخارجي. فالمركب اللي هو الواي 316 606 بيمنع المركب اللي بيقلل لك الوينت، فبالتالي الوينت باس واي هيشتغل بصوره اعلى وبالتالي نظريا الشعر هيبقى جودته احسن وسمكه هيزداد، وفي نفس الوقت هتعالج الصلع الوراثي من غير اما تلعب في مستويات هرمون الدي اتش تي. وفي الحقيقه لو انت جيت تبص فالمركب ده متاح بصوره على موقع امازون او متاح اونلاين بالذات في اوروبا وبالذات في ايطاليا تحت اسم البايوسكالين. البايوسكالين في الحقيقه اتنشر كده زي ما تقول كده بصوره فجاه كده ان في شركه قالت ان هم عندهم الواي 316 606 في المركب بتاعهم، بس في الحقيقه لو جيت تدور على الانترنت فمش هتلاقي تجارب لناس كتيره على موقع ريدت او على الانترنت. ده غير ان انا ما انصحش تماما ان انت تستخدم مركب زي ده او مركب بيلعب في الوينت باس واي، لان الباحثين مثلا لما بييجوا يدوروا على الادويه اللي بتلعب في الوينت باس واي فهو بيكون بسبب خصائصه الانابوليك العاليه جدا، يعني بيبحثوا عنه في امراض زي هشاشه العظام لان هو قادر على تفعيل الباس واي الانابوليك اللي في جسم الانسان. بس في نفس الوقت الباحثين اي دواء ليه تاثير بناء فهم بيخافوا منه لان هو بيسرع من نمو الخلايا، حتى ان هو ممكن يسرع من نمو الخلايا السرطانيه. فاي دواء بيزود الانابوليك افكت في جسم الانسان فالباحثين ما بيحبوش يستخدموه قوي. فانا شايف ان الواي هو نظريا فكرة كويسة ان احنا نبص على ادوية تانية تكون بتشتغل بطريقة عمل مميزة، بس انا من وجهة نظري شايف ان انت تبعد عنه تماما بسبب ان مفيش اي ادلة على اعراضه الجانبية وبالذات على المدى البعيد. رابع مركب معانا وهو البريزولا او السي بي اللي في فتره من الفترات كان كل الناس منتظرينه او شايفين ان هو العلاج القادم، بس زي ما تقول كده ان هو يبقى متاح في السوق اتاخر شويه وغالبا ممكن ينزل على 2026 او 2027. البريزولا بيشتغل ان هو مضاد اندروجين موضعي، في منه اخ اسمه الوينليفي بيتباع على هيئه كريم لعلاج حبوب الشباب وكان فعال جدا، بس الكلاسكاترون او البريزولا
مش متاح حاليا لعلاج الصلع الوراثي، بس في ناس كتيره بتدور على البرزولا من مواقع الريسيرش كيميكال زي اناجينيك او مينوكسيديل ماكس او كيميو، وبيبتدوا ان هم يشتروا البرزولا وبيستخدموه. في الحقيقه البرزولا نتائجه متواضعه جدا، بيفقد النتيجه بتاعته بعد ال6 شهور، فهو غالبا ما ينفعش ان هو علاج للصلع الوراثي لوحده. يعني هو مش بديل للفينسترايد او المينوكسيديل بحد ذاته، هو ممكن يكون حاجه اضافيه تستخدمها بحيث ان هو يضاد الاندروجين بصوره موضعيه مع الفينسترايد او الدوتسترايد، انما هو ما ينفعش نهائي ان هو يكون علاج وحيد لان نتائجه ضعيفه جدا وبيفقد النتيجه بتاعته بعد 6 شهور. ده غير ان هو لو هتشتريه في الصيغه الحاليه فهو مكلف جدا وغالي. وخامس واخر دواء او مركب معانا وهو البرلوتاميد، اللي هو يعتبر اسهل واحد ممكن تشتريه ما بين كل دول، لان هو اساسا وصل للفيس 3 كلينيكال ترايل، على الرغم ان هي كانت مخيبه للامال شويه، لان هو لقت ان مفيش فرق كبير جدا من حيث الناس اللي استخدمته او مجموعه البلاسيبو. بس في دراسات تانية بتتعمل بحيث ان هم بيستخدموا تركيز اعلى او بيدمجوه مع المينوكسيديل، وغالبا الدراسات دي هتبين نتيجه افضل للبرلوتاميد، لان هو في الغالب برضو مش هيكون علاج وحيد للصلع الوراثي، يعني ما ينفعش لوحده، بس لو اتضاف مع حاجات تانية زي المينوكسيديل او حتى الفينسترايد ممكن يعمل نتيجة اقوى. البرلوتاميد متاح على موقع امازون باسم الكي اكس، في شركة اللي هي شركة كوشينا اللي هي تبع شركة كنتور، متاح ان انت تشتريه من موقع امازون، فهو يعتبر اسهل واحد، بس مش في امازون في مصر، يعني انا قصدي في امازون في امريكا مثلا. او فبرلوتاميد ممكن يكون امن واحد من كل الريسيرش كيميكالز دول، لان هو وصل للفيس 3 كلينيكال ترايل، والدراسات اثبتت ان هو ملوش اي اعراض جانبيه. انت اكتب لي رايك في الكومنتات، هل انت مستعد ان انت تستخدم ريسيرش كيميكالز، ولا الافضل ان انت تستخدم العلاجات المتاحه وبعد فتره مثلا تعمل عمليه زراعه او تعمل شويه جلسات، ولا انت من الناس اللي بتحب تحاول نفسها لفار تجارب وتستخدم الادويه اللي مش مرخصه من الاف دي اي؟ اكتب لي تحت رايكم في الكومنتات، ولو انتوا استخدمتوا اي دواء من اللي انا ذكرتهم اكتبوا لي برضو تجربتكم معاها، عايزين نشوف حاجه زي دي لو في حد مجرب الادويه دي. ولو حابب استشاره ومتابعه الكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.